بمناسبه الفنانين بقى أيوة ندخل على منى زكي واحمد حلمي وتحليل شخصيتهم من خلال البادي لانجوج بتاعته. طيب احنا ممكن طيب خلاص بقى في صوره هي قدامنا على الشاشه. يعني انا شخصيا من محبين منى زكي جدا جدا، وانا كمان انا الاثنين. لا واحمد حلمي محبين انا شخصيا محترم جدا جدا معجبينهم قوي. طبعا. فهل في توافق فعلا ما بين منى زكي واحمد حلمي؟ هنقول ان في بعض بالمناسبه في بعض الملامح اللي ممكن تكون هي اوريدي متضاده ما بينهم، بس هي هتكون لنا بازل في النهايه. يعني هي ينفع ان هما الاثنين يكونوا مع بعض، علشان انا في حاجات ممكن اكون محتاجها. يعني مثلا هنلاقي عند احمد حلمي ان الجبهه بتاعته من نوع الجبهه العاليه والعريضه. تمام. فلو رجعنا الصوره اللي فاتت دي هيبقى ممكن نرجع الصوره هتبقى باينه اوضح في الصوره. ايوه. فهنلاقي ان الجبهه عنده من نوع الجبهه العاليه والعريضه، فده معناه ان الشخص ده شخص عنده ثقه عاليه جدا بنفسه، شخص عنده قدره عاليه على استنتاج الامور. يعني مثلا لو منى مثلا بتتكلم معاه في موضوع هو هيقدر يفهم هي عايزه تقول ايه من قبل ما تخلص الكلام بتاعها. سرعه بديهه، يعني عنده سرعه بديهه. بيلقطها وهو طاير زي ما احنا بنقول يعني كده. اي حد الجبهه عنده عريضه جبهه تكون عاليه كده. وعريضه، فده بيكون شخص واثق من نفسه، شخص بيكون عنده سرعه استنتاج للامور او سرعه فهم الامور، شخص بيمل بسرعه جدا. بالمناسبه لو احنا يعني طولنا في شرح موضوع معين انا فهمت فخلاص انا هعمل لك اللي انت عايزه. صحيح. اللي بعدها بقى ندخل. طيب يعني طيب اتفضل. عنده مثلا هنلاقي طرف الانف كده نازل لتحت شويه. فالنوع ده من الشكل ده بنقول دايما ان الشخص ده بيكون شخص شكاك. طيب شخص تاني لا عشان ما ركزتش فيها. لا شخص شكاك. طيب شخص شكاك بمعنى مش ان هو بيشك في شريك حياته، لا هو بيشك في تفاصيل كتير، فمش بينفع يدخل عمل غير لما يكون ملم بكل التفاصيل وبكل جوانب الشخصيه. صحيح. وبأدق التفاصيل، ويمكن ده كمان من الاسباب اللي بتخليه يقدم اعمال ناجحه جدا واعمال مميزه جدا.